بال2020 أنا خارج الدولة، عندي مكتب استشاري، اجتني دعوة من الإمارات، قالوا إحنا نريد عقد وياك كاستشاري لتأسيس شركة طيران. فرحت هناك بالإمارات، فشركة طيران التقينا بيوم شركة بروفيشنال خبراء واجتماعات، وأخذت معي خبير طيران وقعدنا نناقشهم 3 اجتماعات باليوم 3 أيام. انهينا كل الاتفاق على هذه. بعدين قالوا باكر راح يجي المالك مال الشركه، تتغدون وراي يتوقع العقد. اجى المالك مال الشركه، تبين هو احد مشايخ عائله ال صباح الكويت. ما له علاقه بي، شرحنا على الشركه وكذا وهذا. ورا ما خلص قال لي معالي الوزير انت صار لك 10 سنين ما عندك اي منصب بالدوله. قلت له اي صحيح، يعني من 2010 طلعت. قال لي احنا كل شيء ما رايدين منك، هاي الشركه كلها الك، بس مقابل تسكت لا تحكي على ميناء مبارك وخور عبد الله. يعني مو نريدك تغير رايك تنحرج قدام لا بس اسكت. 10 سنين حكيت ما حد سمع صوتك، اسكت. كل احزابك احنا متفاهمين وياها، الا انت اللي موقف هذا المشروع. قلت له شيخ اني مو ضدك، بس اني احب بلدي، اما هذول اللي تقول كلهم معاك ترى هذول كلهم ضدك. قال شلون؟ قلت له هذول ياخذون منكم هدايا، ورا فتره يردون يجددونها، يسوون ازمه ويروحون يطفون الازمه بهدايا وعطايا جديده، زين؟ وهذول حتى لو طوك ربط سكك ويشتغل القطار نفسهم هم يفجرون القطار، وبعدين يقول لك تعال احنا نحمي، وتطلع عليك الابطان اغلى من وجه. اما انا عرضت لكم عرض، قلت لك يابا بدل ما انت تضايقني وكذا، انت جيب اموالك على مينائي ويصير تكامل، مشروع تكامل اقتصادي عراقي وكويتي، وندخل الصين ويانا، ويصير مشروع يخدمكم كايراد غير نفطي ويخدمنا كايراد غير. منو افضل لك؟ تتعامل ويا جهه وطنيه بدون رشوه ويعطيك مشروع تكامل اقتصادي بين بلدي وبلدك، لو احسن لك تروح مع الرشاوى وخسرت فلوس يمكن بقد فلوس الميناء. زين انت من 2008 ليش ما بنيت مينائك؟ 2008 كملت تصاميم ميناء مبارك، طالبوني بربط السكك رفضت، تاخر لل11 ميناء مبارك تصاميمه كامله. بال11 اعطوهم موافقه باشره بالبناء، احتجينا عليهم، وقف اليومك ما تنفذ. شنو كان رده؟ ظل صافن، ظل ساكت. قلت له في مال الله، وعفت اخذت الخبير اللي وياي وطلعنا ورجعنا للعراق وتكنسل الامر. بس بقى صافن حاط ايده على وجهه وصافن، واحنا رحنا